من أجمل الحاجات اللي بيحب يعملوها بلاد الشام في أعيادهم والمناسبات اللي عندهم هو المعمول. كمان منتشر جدا في بلاد كتير جدا زي السعودية وفلسطين والعراق. بس أصله طبعا بيرجع لبلاد الشام، بيعملوه بحشوات كتيرة جدا في عيد الأضحى وعيد الفطر عندهم، وكمان في المناسبات زي عندنا كده في الكحك في عيد الفطر. فاحنا طبعا أنا بحبه جدا جدا أكتر بكتير من الكحك، لأن انتوا لو جربتوه مرة واحدة بس هتبطلوا تعملوا كحك كتير وهتعملوا معمول أكتر. المعمول بيتعمل بطريقة سهلة جدا. النهاردة هنعمله بحشوتين. حشوة الملبن، أنا جايبة نص كيلو من الملبن وحطيت عليه معلقة كبيرة من السمنة، وزي ما انتوا شايفين دهنت ايدي دهنة زيت وكورته. كيلو من التمر وعملته بنفس الطريقة، أهم حاجة الزيت. المقادير زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. أنا عاملة كمية كبيرة شوية، فأنا جايبة 2 كيلو من الدقيق، وجايبة كوبايتين من الحليب البودرة، كوبايتين من الزيت، كوبايتين من السكر البودرة، وكمان 4 بيضات. أما الزبدة 850 جرام من الزبدة اللينة. أنا طلعتها من التلاجة بوقت، قطعتها كده وحطيتها في العجان وعليهم كوبايتين السكر البودرة. وطبعا تقدروا تقسموا المكونات دي علشان تعملوا كمية بسيطة، لكن أنا بحب أعمل منه كمية كبيرة جدا. هضرب بقى دلوقتي السكر البودرة مع الزبدة لمدة 5 دقايق، وبعد كده هحط عليهم الحليب البودرة علشان أنا عايزة المكونات دي تبقى ناعمة ولونها فاتح قوي. اضربهم كمان 5 دقايق لحد ما اللون يبدأ يفتح. وطبعا من وقت للتاني انا بجيب الجوانب كده علشان الخليط يتخلط كويس جدا جدا. وبعد بقى ال5 دقايق التانيين انا هبدأ احط كوباية الزيت، كوباية كوباية، مش هنزل بالكوبايتين مرة واحدة، هنزل بالكوباية واخلط لمدة دقيقتين، وبعد كده انزل بالكوباية التانية. وان شاء الله هكتب لكم المقادير دي تحت الفيديو لنص المقدار الكبير ده، وكمان هكتبها لكم بالجرامات. هنزل دلوقتي بقى بال4 بيضات، حجم البيض اللي عندي متوسط، وهنزل برضو بالبيض واحدة واحدة مع الضرب. هحط كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو 4 أكياس من الفانيليا البودرة. بص بقى الخليط بتاعنا اتخلط كده حوالي 5 دقايق كمان، يعني 15 دقيقة، كل 5 دقايق كده بنرتاح شوية. هحط دلوقتي بقى 2 كيلو من الدقيق في حاجة واسعة، وهحط كمان ربع معلقة من الملح. قلبتهم كويس جدا، وهنزل بالخليط الكريمي الفاتح قوي قوي، خفيف، مش قادرة اوصف لكم عامل ازاي، زي الكريمة كده. وهبدأ اخلط بالمعلقة في الاول، وبعد كده هدخل ايدي. هقول لكم طبعا على قوام العجينة المظبوط على الآخر علشان يطلع معاكم أجمل منين. طبعا هناك في البلاد التانية، بلاد الشام وسوريا والبلاد التانية، بيحطوا عليه سميد، ودي الطريقة المشهورة قوي عندهم. لكن أنا جربت كل الطرق، ودي يعني أجمل طريقة عجبتني. وكل واحد بيعمل حاجة طبعا اللي إيه جربها مرة وعجبته. بعد كده بعد ما خلطت أنا بقى بخلط كده العجينة زي بالظبط المنين والكحك عادي، مش بنعجن، احنا بس بنخفي الدقيق. وهكور كده قطعة منه وهبدأ ألينها. في الأول طبعا أنا كنت حاطة المقدار 800 جرام بس من الزبدة، لكن بعد كده حطيت 50 جرام في الآخر خالص لما اكتشفت إن العجينة بدأت تشقق من الجوانب، لأن الجو كان بارد جدا عندنا. فطبعا المقدار الإجمالي أنا قلته لكم في الأول 850 جرام من الزبدة. كل سنة بعمله بنفس المقدار وبينجح معايا قوي. فطبعا كده كورت قطعة، وهبدأ بقى أعمل لها الأشكال من غير أي طابع ومن غير أي حاجة. أنا كنت جايبة طبعا طابع المعمول، بس طبعا ما عجبنيش لأنه بيطلع المعمولة بتاعتنا كبيرة قوي قوي. فحبيت أعمله زي كل سنة أنقشه كده، وده طبعا بيفرح الأولاد لأن هم بيشاركوني في عمايل المعمول. عملت فتحة كده بأي حاجة بقى، بغطا بأي حاجة، وتجيبوا المنقاش الكبير قوي وتنقشوه من الجوانب، هيبقى شكله حلو والنقشة هتبقى ثابتة جدا. طبعا الصاج اللي احنا بنخلصه ممكن نركنه على جنب، مش محتاج ان هو يرتاح. وممكن كمان ان احنا نشغل الفرن بتاعنا ونخبز صاج صاج، بس انا بحب اخلص كل الكمية الاول وبعدين ابدأ اخبز السجان بتاعتي واحدة واحدة علشان اتابعها واخلي بالي منها، لان تسوية المعمول زي تسوية البسكوتات. زي ما انتوا شفتوا انا عملت فتحة من النص كده بأي تيب عندي أو أي غطا، وبعدين من الجوانب بالمنقاش الكبير هبدأ أنقشها كده. هحطها بقى في السجان جنبي، وبعد ما أخلص كل الكمية هبدأ أسوي تسوية المعمول على درجة 180 أو 170، الرف التاني من تحت. هنتابع الصاج وهنلفه كل 5 دقايق لحد ما ياخد لون ذهبي جميل من تحت. ممكن نشغل الشواية في آخر 5 دقايق علشان ياخد لون ذهبي جميل من فوق. زي ما انتوا شايفين الحجم بيفضل زي ما هو، والنقشة بتبقى ثابتة. مش قادرة بقى أوصف لكم الريحة والطعم، ناعم جدا ودايب في البق، أجمل من أي حاجة ممكن تاكلوها في العيد.
يعني أجمل من الكحك والمنين وأي حاجة ممكن تجربوها، بجد طعمه حلو جدًا، الحشوتين أجمل من بعض، ممكن تجربوا حشوة واحدة بس، وممكن ما يتحشيش خالص لإن هو لوحده كده بيبقى سكره مضبوط على الآخر، إن شاء الله أنا واثقة لمّا تجربوه أكيد هيعجبكم، زي ما قُلت لكم درجة الحرارة كمان مدة التسوية ممكن تقعد ل15 لحد 20 دقيقة كده، لحد ما يستوي ويحمر معانا وياخد لون دهبي من تحت ومن فوق، وبعدين تخرجوه وتحطوه في علب محكمة الغلق.